بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة يوميات إدريس. إن شاء الله راكم بخير كامل يا ربي. شوفوا أجواء ما شاء الله اللي راطات هذا الويكاند اللي فاتت، نقولها راضيتي بزاف. كانت أجواء ربيعية ما شاء الله، الناس كامل بريسك خرجت وصورت وداروا حالة في التيك توك. أنا راني حاطة ثاني تيك توك إن شاء الله نشاركه معاكم، باسكو كاين شي صوالح تقدر تشاركهم في التيك توك وشي صوالح ما تقدرش تشاركهم هنا. في تيك توك تقدري تشاركي مع موسيقى تزيد لك جو شباب لهذاك المنظر، واليوتيوب يحاسبك على حقوق الطبع والنشر. تشاركي بلا موسيقى. قلت لكم خرجت درت خرجة مع بناتي لهنايا، كنت رايحة كي لقيت ذا البلاصة، أنا أول مرة نروح لهذه البلاصة، كي لقيت كيما هكا خفت، بديت نقول لهم نرجع. قريب وحاوزني قال لي هو رجعي، كنت أنايا كما نقولوا قارينا اللوطو عند بيت حماية. قال لي رجعي. وأنا نخاف، ما نقدرش نرجع ديك المسافة كامل وحدي، دوك اضطريت باه نكمل معاهم كيما كان الحال. الحجر ما قدرتش نمشي نورمال، دوك تشوفوا معايا كان عندي واحد المقطع شباب في واحد البركة دخلنا فيها وراح لي ما لقيتوش لا غالب الصح في هذاك المقطع. هنا شاركت معاكم قبل وبعد المقطع تاع الصح، والله ما لقيته، ما عرفتش وين راه، لا عاودت لقيته. راح نشاركه معكم في فيديو آخر. وعاودنا رحنا من الغدوة هذاك السبت ثاني، رحنا لبلاصة من منطقة يسموها المدات، بالك اللي يعرفوها ما شاء الله، فيها زوج جواهية كبيرة. أنا رحت غير الجهة ومن بعد نشارك معكم جهة واحدة أخرى ثاني شابة. لهنا كيولي الشتا والآخر تولي ذا البلاصة مكانش اللي يقدر يطعنها لهنايا. هنا كان الماء قليل، نقولوا بريسك جفت شوية. قلت لكم مقطوعة. شوفوا هبطنا كامل من هذاك الحجر. أنا خفت وبغيت نرجع وما نقدرش نرجع وحدي، صافي لازم نرجع كيما هو زعف عليا قال لي غير رجعي ما تكمليش معانا. وأنا لا غالب اضطريت باه نتبعهم. هذا هو. شوية كيما نقولوا مش مصالين فيها باسكو جاية شوية مقطوعة، ما يروحوش ليها كامل الناس هنايا. كانت أجواء رائعة والله، غير كي تخرجوا هكا الأماكن طبيعية، الواحد ينحي ضيقة الخاطر. تكون أجواء عائلية، يكون الضحك، تكون الزعاقة، يكون اللعب، الواحد يفاجئ على روحه. على بالي كاين في بلادنا مناطق شابة أكثر من كيما هاك، إن شاء الله ربي يقدرنا ونولوا نروحوا ليهم، لما لا. آه هذه اللي هنا هذه البركة كانت واحد الوقت أنا ما شفتهاش، يحكي لي المسيو قال لي كانت غابية كي شغل كيما هكا في الداخل كي المغارة، مع طول الوقت كيما نقولوا مع هكا الماء يجيب التراب ويجيب تردبت ولات كيما، بصح ما كاش اللي يقدر لهنايا يحفس فيها، اللي يحفس فيها يروح لهنا. شوفوا الماء كي راه يهبط، قلت لكم كي يكون بزاف المطر هذه تولي شلال، تولي بزاف. شوفوا لهنا الماء كي راه يهبط معاها. قلت له أنا غير ماهمش عارفين لا كنت جابوا فيها لهنايا الأسماك هاذوك اللي يعيشوا في البيرك، كون غرسوا شجر. أنا كيما الزوج تاعي نصحته، قلت له في سبيل الله، قلت له جيب لها لهنا الشجر مادام فيها الماء يصدقوا وغرسهم، كيما أشجار مثمرة، أشجار تاع الظل، أشجار. قلت له ديرهم هنا يبقاو صدقة جارية عليك. ما نكذبش عليكم، أنا كون نعاود نرجع ليها ولا والله غير نجيب لها شجرات ونغرس فيها، لا نجيب لها حتى عروقة تاع نعناع ونخليهم كيما نقولوا هكا في الطبيعة مليحة ينبتوا فيها. الواحد كيما نقولوا هكا كاينة حاجة حديثة راني نسيت، يقول لك من زرع زرعًا شغل يبقى صدقة جارية عليك. المهم وين نروحوا الواحد يحط اللمسة تاعو. ومن بعد هنا اللي ولينا راجعين نرجعوا وين حطينا السيارة تاعنا عند بيت حماية. هنا تعبت، جمّعت شوية الريح، وكان هنايا حمودة لهنا يهدر. أيا ولهنا هذه العين، هذه عند بيت شيخي، هذه عين ماها حلو ما شاء الله، في الشتا حتى يولي يخرج منها الما. هذه عندها مدة، عندها بزاف، هذه العين من وقت الاستعمار.
ها هي ومن بعد لهنا شوفوا ولدي لهنايا برد نسينا لهنا لافيست تاعو هنا عند بيت حماية كي تحمنا، لبس هذي تاع أختو ولا يبان لنا كيما تعطيني تابيز، ضحكنا عليه لا قلت له صد ليا. ومن بعد لهنايا راح كمّل كان الزوج تاعي كيما نقولوا ما نقولش الفول تاعو، كيما نقولوا يطرّي له الأرض تاعو باه يزيد يكبر، من بعد نشارك معاكم كيفاه خرج وكيفاه كبر، ونقول لحبيباتي اللي وصلت هنا ما تنساش دير جيم واشتراك ومرحبا بالأعضاء الجدد، نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.